عايزة افرح ببنتي. لسه بدري. عايز اجوز ابني. لسه بدري. عايزة اجوز بنتي وابني. لسه بدري. بابا لسه بدري. لسه بدري تمثيلية كتبها نعمان عاشور ويخرجها لكم السيد بدير. ياللي هنا، ياللي عايشين معانا، عاوز ايه يا ابو سمير؟ عاوز ايه؟ هاتولي اشرب ميه ميه، الاكل واقف في زوري، اسقيني عاوز اشرب. ابو سمير اسم الله عليك، امال ايه اللي قدام صوابعك؟ الله، دي كوبايه الميه لكن فاضيه. لا والله فيها شويه ميه. حتى مش شايف الميه كمان؟ طب اشرب وانت ساكت بقى. إيه؟ اشرب وانت ساكت احسن لك. ايه، ما انا شارب المر من زمان. بتقول ايه؟ شارب المر؟ بقى هو علشان جيت يوم لقيتني مش طبخه تبقى خلاص الدنيا فرغت؟ ابو سمير، انت في حاجه تعباك في المصلحه؟ يا ستي ربنا يهديكي، خلينا اكل اللقمه براحه. يا ناس، حتى الاكل الواحد مش قادر ياكله، لا اكل ولا شرب ولا نوم ولا راحه. كل وانت ساكت احسن لك يا عبد السلام، كل وانت ساكت. اكل ايه يا ست انيسه؟ اكل ايه يا ام سمير؟ انت عارفه اني بحب العدس، عارفه اني بطيء الجبنه، عارفه اني بقدر على الزيتون. يا اخويا وانا هعمل ايه؟ والنبي كنت عاوزه اطبخ وشاريه خضار من بدري، وانا عارفه انك واخد شربه امبارح، والنبي وحياتك كنت هطبخ. طب وايه اللي حاشك؟ ايه اللي منعك؟ اللهم اجعله خير يا رب. انت عارف يا ابو سمير الجماعه اللي ساكنين في اول الشارع، عيلة سي محمد عبد الرافع، مالهم؟ حصل لهم ايه؟ اشتروا اللحمه اللي في السوق كلها؟ يا اخويا ده ما كانش يوم الواحد يقدر يقضيه باي حاجه. تعرف من الساعه كام؟ من الساعه 9 الصبح يا ابو سمير جت الست الكبيره وبنتها عدلات وخالة العريس وياهم. عريس؟ عريس مين يا ام سمير؟ بنتك سعديه يا عبد السلام، جايين يخطبوها لابنهم وفيه. ايه؟ بنت سعديه اللي عندها 16 سنه تتجوز دلوقتي؟ ودي الطبخه الحلوه اللي انت موضبها لي؟ طبخه؟ انت بتقول ايه يا ابو سمير؟ بقى انا كنت هقدر اطبخ يوم خطوبه سعديه؟ اوام بقت خطوبه في ساعتها كده. هاتي هاتي ناوليني. عاوز ايه يا ابو سمير؟ اجيب ايه بس؟ ميه ميه، الاكل وقف في زوري تاني، اسقيني بسرعه عاوز اشرب. على مهلك على مهلك. على مهلك انت يا اختي. بقى عاوزه تجوزيها هي رخرة وعندها 16 سنه؟ مش كفايه سمير واللي شفناه في جوازة سمير؟ دي بنت يا ابو سمير، بنت ولها شأن تاني، حرام عليك. حرام عليك انت. هي دي الطبخه اللي انت محضرها لي؟ وايه ده كمان؟ الكارت بتاع العريس علشان تسأل عنه. طيب مش تستني اما اغسل ايدي؟ وريني يا اختي الكارت. هاتي. ايه ده يا ابو سمير؟ انت بتقطع الكارت بتاع عريس بنتك؟ حد في الدنيا يعمل كده؟ مش تسأل عليه؟ اسال عليه وهو عندي في المصلحه؟ يعني انت عارفه ولا كده؟ عارفه قوي، عارفه اكتر ما هو عارف نفسه. كويس. خالص خالص. تلميذ في سنه تانية في الحقوق، وموظف عندنا في الدرجه الثامنه، وسنه 18 سنه. 18 سنه. اسم النبي حرسه وضمنه. ولي ما كانش ينعز، اصغر من سمير بسنه. انت نسيتي لما جوزنا سمير وعنده 16 سنه؟ نسيتي يا ام سمير لما خليتيني اطلع له شهاده كذب واقدمها للمأذون؟ يعني ايه وانا قلت لهم انك هتوافق؟ رايح على فين؟ سيبيني سيبيني، حرام عليكي. اوافق يا انيسه؟ اتعلمي من الايام، اقعدي على رواقه كده وافتكري لما جوزنا سمير وعنده 16 سنه حصل ايه. افتكري يوميها كده، يوم ما رحتي تخطبي له امال وكانت معاكي اختك بردك. فاكره يا ام سمير لما فرحت بسمير؟ رايح فين؟ رايح فين يا عبد السلام؟ رايح انام. سيبيني، كفايه اللي جاني من جوازة ابنك وهو صغير، كفايه الطبخه اللي كلتها قبل ما تستوي. اوهم نسيتي كل حاجه، نسيتي اللي كان بيحصل، نسيتي يا ام سمير. ودي حاجة تتنسي؟ ده من تالت شهر على طول جاتني امال مرات ابني سمير، وكنت قاعدة برضو على الكنبة دي اللي مغيرهاش الزمن. أنا بدي أعرف يا ماما، إيه اللي مزعل عمي عبد السلام بس؟ لا عمره قعد معانا ولا عمره ضحك في وش سمير. هو يا بنتي طبعه كده، واصله زعلان من سهر سمير في القهاوي. طب وأنا ذنبي إيه بقى؟ ما أنا مش قادرة عليه زيكم. ده حتى بيفكر إننا نسكن لوحدنا، وقال لي ما تقوليش لحد. ايه؟ تسكنوا لوحدكم يا امال؟ ودي تحصل يا بنتي؟ ده معقول؟ وهو عمك عبد السلام يرضى ولا يوافق؟ مش يمكن يا ماما يكون زعلان علشان إحنا قاعدين معاكم؟ لا يا امال ابدا، حد يزعل لما ابنه يعيش معاه؟ ابدا يا بنتي ابدا، ولا تفكري في حاجات زي كده. والنبي يا ماما اوعي تقولي لسمير إن أنا قلت لك حاجة، اوعي يا ماما. نعم،
نعم يا ست ام سمير، بتقولي يسكن لوحده علشان ما يرجع لهاش الا وش الصبح؟ اذا كان هو ساكن معانا بيرجع في نص الليل. مش لسه صغير يا ابو سمير؟ ولما هو لسه صغير كان بيتجوز ليه؟ هو لعب عيال يا انيسه؟ ما يقعدش مع الست بتاعته ليه؟ وراه ايه بره؟ جالك كلامي؟ ولسه يا ما هيحصل. ما فاتش شهرين واحنا في ثالث شهر. جالك كلامي يا ام سمير. عاوز افرح بابني، عاوز اتهنى بسمير. قصدك نسيبه يسكن لوحده؟ ذنبك على جنبك، انا اللي ما كنتش عاوز اسيبه يتجوز وهو لسه عيل. اللي انا بدي افهمه، انت قلت لام ايه بالظبط يا امال؟ ما قلتش حاجة يا سمير. يعني عرفت من نفسها اننا عاوزين نسكن لوحدنا؟ واحنا خلاص هنسكن لوحدنا. تفتكر لحد امتى هفضل طايق السجن اللي انا فيه وابويا عامل في البيت مدير زي ما يكون فاكر موظفين عنده في المصلحه؟ هو انا صغير؟ عاوزني اعمل ايه؟ امضي على ساعه الحضور والانصراف؟ ما انت بتتأخر كتير يا سمير. ايوه بتاخر دلوقتي، لكن لما اكون عايش لوحدي مش هتاخر. ايه اللي يخليني اقعد بره ما دام يبقى لي بيت لوحدي؟ مش ده الكلام اللي قالته ماما يوم كاتب الكتاب يا سمير؟ ايوه يا امال، لكن ابوك راح اتفق مع بابا وقال له يا اما يسكنوا عندك يا اما يسكنوا عندي، وطبعا ما كانش ممكن نعيش عندكم مع اخوكي حسين والست بتاعته. طب اهو حسين ما نقول اسكندرية الشهر الجاي يا سمير. مش ممكن يا امال، ما اقدرش اعيش لا مع اهلك ولا مع اهلي، لازم نعيش لوحدنا، لازم يكون لنا بيت. واحنا تعبانين في حاجة يا سمير؟ واحنا نقدر نعيش بعيد عنهم؟ ليه ما نقدرش يا ست امال؟ هو احنا صغيرين؟ ايوه صغيرين، في كل حاجة صغيرين. اهو ده كلام ابوك وابويا، اهو ده الكلام الفارغ اللي بينقطني. هذه الحكايه يا سيدي، مصمم انه لازم يسكن لوحده. ما هو كان لابد يا أستاذ عبد السلام إنهم يعيشوا لوحدهم في يوم من الأيام. وادي أنت بتساعد ابنك وأنا بساعد بنتي، لكن دي واحدة بقالها معاه سنتين، مش كده ولا إيه؟ تقريبا يا استاذ عبد الخالق هم سنتين، 6 أشهر عندي في البيت وحوالي 14 شهر هنا في الشقه دي لوحدهم. 14 و6 يبقوا 20 شهر. واحد متجوز بقاله 20 شهر ولا يقدرش إنه مسؤول؟ والله انا غلبت وغلب غلبي. انا هقول ايه؟ كنت عاوز اجوزه بعد 5 سنين، بعد 6 سنين، يكون بقى راجل ناضج وفاهم وراسي. لكن هعمل ايه يا استاذ عبد الخالق؟ البكري يا سيدي وامه عاوزه تفرح بيه. البكري. وتفتكر يا أستاذ عبد السلام أنا اللي كنت عاوز أجوز أمال وهي عمرها 16 سنة؟ ما هم حسين اللي كهربتني يميها. البنت لازم تتجوز، ما تضيعش الفرصة عليها، دي بنت مش ولد. أنت مش متذكر لما كلمتني عن سمير قلت لك أنا موافقك بس نستنى كام سنة؟ كنا هنعمل ايه يا استاذ عبد الخالق؟ واحدة عاوزه تفرح بابنها والتانية عاوزه تفرح ببنتها. وادي النتيجة، أهو كل واحد دلوقتي أصبح زعلان من التاني. لكن يا أستاذ عبد السلام ابنك غلطان، وابنك هو السبب بتصرفاته. انت هتقول لي يا استاذ عبد الخالق انا عارف ابني كويس وعارف طيشه، بس مش فاهم هو عمل ايه المره دي بالظبط. شوف يا سيدي، حكاية التأخير وهي انتهت تقريبا، والبنت اتعودت على كل حال، لكن اللي طالع في مخه جديد. أقول لك إيه بس وأعد لك إيه؟ بيسيبها لوحدها برضك؟ يا ريت يا ريت حتى بيبات بره يا كمان. سلام، بيعمل ايه تاني؟ قول يا استاذ عبد الخالق قول. تقليعة غريبة يا سيدي، محدش من أهلها يزورها إلا بعد ما تستأذنه. يعني أنا ما أقدرش أجي عندها هنا إلا بعد موافقة سي سمير، وكذلك أمها وكذلك إخواتها كمان، وعماتها وخالاتها وعمامها وبقية قرايبها ما يزوروهاش أبدا في بيته. تعرف وحياتك أنا ما قدرت أجي النهاردة إلا بعد ما بعتنا الخدامة تستأذنه علشان أجي أقابلك هنا، وطبعا وافق ولا ما كنتش جيت. يا سلام، للدرجة دي يا استاذ عبد الخالق؟ وأكتر كمان يا عبد السلام. اسمع يا سيدي بقية التعليمات بتاعت ابنك سمير. هو الراجل وهو سيد البيت. إذا خلص السكر ولا السمن يفضل البيت فاضي لغاية آخر الشهر من غير سكر ولا سمن، وطبعا ما يطبخوش، وإن بعتنا للبنت حاجة يرجعها تاني ولا يرميها ما يخليهاش تقرب لها. ليه؟ علشان ايه؟ مش فاهم. أكتر من كده كمان، إن رجع وكان الطبيخ لسه على النار يخرج يتغدى بره، وإذا صحي من النوم العصر وكانت بتسمع الراديو يروح شايله ويقفل عليه الدولاب، وحاجات زي دي كتير، حاجات صغيرة ما أقدرش أحكيها لك. لكن ده ما كانش كده في الأول. ما هو علشان كان قاعد معاك يا عبد السلام، ما كانش حر في بيته زي ما بتقول، إنما دلوقتي هو حر يعمل زي ما يعجبه. إزاي بس يا أستاذ عبد الخالق إزاي؟ أنت مش مصدقني؟ أجيب لك أمال تحكي لك. 14 شهر على الحالة دي والبنت ساكتة وصبرة، وأخيرا وقعت بلسانها. أمال، تعالي يا أمال. نعم يا بابا.
تعالي يا بنتي، احكي لعمك على سمير ابنه. صحيح الكلام ده يا امال؟ صحيح يا عمي. ايوه يا عمي عبد السلام، يا ريتنا تننا عايشين معاكم. ما تعيطيش ما تعيطيش يا امال، حقك عليا أنا. عيال، كلام عيال وشغل عيال، علشان فرحة ليلة واحدة يتعسونا ويتعسوا أولادهم سنين بحالها. الحق علينا يا عبد السلام، احنا اللي بنوافقهم ونجوزهم وهم طايشين. حق كله حصل وفاكراه زي ما يكون امبارح. وبعدين امال سابته وراحت لاهلها، وسمير رجع البيت وجالي لوحده. اوف، حاجه تجنن، حاجه تغيظ. يا ابني يا حبيبي بس قولي ايه اللي مضايقك ومزعلك وتعبك؟ يا ماما، يا ماما، لا هي فهماني ولا انا قادر افهمها. امال يا ابني، امال ما تفهمكش ازاي؟ بقالها معاك 4 سنين طوال عراض ولا تفهمكش؟ اللي حصل انها مش فهماني لغايه دلوقتي. يا ابني كفايه اللي عملته فيها، كفايه يا سمير التعذيب اللي شافته منك. انت مش فاكر ايام ما كنت بتمنع اهلها عنها؟ اعقل يا سمير، هو لولا ابوها راجل طيب كان يسيبها لك بعد اللي حصل. يجي ياخدها يا ست ان كان عاوزها، حد حيشه؟ حد منعه؟ بتقول ايه يا سمير؟ انت اتجننت ولا اتهبلت؟ طب اسكت، اسكت ولا تعليش صوتك لحسن ابوك يسمعك تبقى مصيبه. انا ما يهمنيش حد، دي حياتي مش حياة ابويا. ايه اللي حصل بس يا سمير؟ يوه، ايه اللي حصل يا ابني؟ كلمني بالراحه. هي فاكراني ايه؟ يعني بخاف من ابوها ولا من امها؟ ولا كمني طوعتهم علشان ما ازعلش بابا يبقى خلاص؟ ده انا كل ما اكلمها عن حاجه تسكت ولا تردش. كانت الاول بتعيط، دلوقتي تعمل كل فصل واقف اصرخ قدامها ولا تسال ولا كأن ليا وجود. فاكراني ايه؟ بتهددني؟ وطي حسك بس، وطي حسك لحسن ابوك يسمعك. هتهددك ليه؟ وهي تقدر تهددني؟ ولا يهمني ايه منها ولا من ابوها ولا من غيره؟ انا ما عمريش اتندم على حاجه. ايه يعني الجواز؟ وجع قلب ودوشه دماغ على الفاضي. اذا كانت عاوزه اني اسيبها انا مستعد اسيبها النهارده قبل بكره. ايه يا سمير بتقول ايه؟ اسيبها؟ فيها ايه يعني؟ محدش عملها؟ حاجه غريبه؟ تسيب امال يا سمير؟ اذا ما كانتش تطوعني اسيبها، امال هي فاهمه ايه؟ طب اسكت، اسكت لحسن ابوك يسمعك. يلا السلامه. تسيبها؟ لا ما عادش الا كده. تسيبها ازاي؟ علشان ايه؟ ما كلمهاش كلمه الا لما تقول لي بابا وماما. العصر صاحي من النوم وهي عارفه اني هسهر الليله دي ومعزوم مع جماعه اصحابي، وقايل لها من الصبح. تقف كده في الصاله وانا خارج وتقول لي ما دام هتتاخر بره انا هسهر اسمع الراديو في البيت عند بابا. ليه؟ ما عندناش راديو؟ ما تقعدش ليه تسمع الراديو بتاعنا؟ هتقعد لوحدها يا ابني؟ لا يا ماما، لا يا ماما، ما انتش فاهمه. الحكايه مش حكايه راديو، دي بتهددني بابوها وامها. انا كمان ما سكتش على كده، قلت لها اذا كنت هتسيبي البيت خليكي عند ابوك وامك على طول، ما ترجعيش تاني. ايه سمير انت مجنون؟ قلت لها كده صحيح؟ انت صغير يا سمير، صغير يا ابني. وخرج من هنا وانا وراه على بيت الاستاذ عبد الخالق، وقابلت ام امان. فاكره المقابله بالجنة. شوفي يا ست ام سمير، ما هو احنا كمان ما نقدرش نستحمل اكتر من كده. دي بنتنا لحم ودم يا اختي، هنفرط فيها على ايه؟ ما هوش عاوزها هو حر، اما انها ترجع له اعملي حسابك مستحيل. ده عيل يا ست ام حسين، ده سمير صغير. ما تقوليش الكلام ده، واحد متجوز بقاله 4 سنين ويبقى عيل صغير؟ ليه يا اختي؟ هو ما عندوش 23 سنه؟ 20 وحياتك. مش صغير على العمايل بتاعته. يطردها من البيت يا ست ام سمير؟ يرضيكي يطردها من البيت ونرجعها له تاني؟ مش كفايه اللي حصل سنه و2 و3؟ يا ناري لو ابويا يعرف. بقى حتى كمان ابوه مش قادر عليه. لا، البت خلاص ما عادتش قادره تستحمل. قال ايه؟ اقعدي عند امك على طول وما ترجعيش بيتي. ولا وبقالك بيت، ولا وبقالك بيت يا سي سمير. الحق عليا انا يا ست ام حسين، الحق عليا انا اللي جوزته صغير. الحق علينا احنا كمان اللي جوزنا بنتنا لحته عيل ما يعرفش قيمتها ولا يقدرش مسؤوليتها. هو الجواز لعبه؟ هو الجواز لعبه يا اخواتي؟ لكن ايه اللي جرى في الدنيا؟ ما انا متجوزه وانا اصغر من امال بنتي. وانا الاخرى وحياتك اتجوزت عبد السلام وكان عنده يا دوبك 18 سنه، لكن كان راجل ويقدر المسؤوليه ويفهم الاصول. يا اختي والنبي دي خيبه يا ام سمير. القصد كل وقت وله احكام. خلاص بقى يا اختي، خليها ترجع البيت لجوزها. ابدا وحياتك امال مش راجعه، مش ممكن بعد كده تدخل له بيت. ده حتى ابوها حلف ما هي شايفه شقته الا لما يتأدب ويعرف قيمتها. مش بيقول لها خليكي عند ابوكي؟ اهي قاعده يا اختي، قاعده بكرامتها في بيت ابوها. وتعبت نفسي على الفاضي لغايه سمير ما جه تاني وقابل ابوه، وكان يوم. انا بدي تفهمني دلوقتي، انت قصدك ايه من اللي بتعمله ده؟ انا ما قلتش حاجه يا بابا. ازاي بقى؟
ما قلتلهاش خليكي في بيت ابوكي على طول؟ قلت لها اذا كنت هتسهري وتسمعي راديو هناك خليكي بايته عندهم عشان ما ترجعش بالليل في البرد. انت بتكذب عليا ولا بتكذب على روحك دلوقتي؟ وانا هكذب عليك ليه بس يا بابا؟ انت فاهم انك صغير؟ مش متصور انك متجوز من 4 سنين؟ انت ما انتش عارف ان عندك 20 سنة دلوقتي؟ عارف ولا مش عارف؟ عارف يا بابا. عارف ان نسيبك مصمم على ان امان ما ترجعلكش؟ عارف يا بابا. هو حر. هو حر ازاي؟ انت فاكرها ايه؟ لعب طاولة ولا كوتشينة في القهاوي؟ هزار؟ ضحك؟ هو حر. طبعا هو حر. لكن ذنبها ايه معاك اللي اتجوزتها دي؟ انت مش متصور ولا مش فاهم؟ عرفني بس يا سي سمير. دلني. ادلك على ايه بس يا بابا؟ على اخرة ده كله. انت عايش ازاي؟ وعايش ليه؟ ما بتفكرش في حياتك ابدا؟ رد عليا. بتفكر في حياتك ولا لا؟ ازاي يا بابا افكر في حياتي ازاي؟ ما بتفكرش انك متجوز واحدة ست، والست دي بقالها معاك 4 سنين وحتى انها معاك طول العمر؟ ما بتفكرش انك صاحب بيت ورب اسرة وبكرة تبقى مسؤول عن الاولاد؟ ما بتفكرش في الحاجات دي؟ طبعا بفكر يا بابا. هو انا صغير؟ ما هو المصيبة انك ما انتش صغير دلوقتي. المصيبة انك كبرت ومفروض انك تعقل. هو انا مش عاقل يا بابا؟ عاقل منين؟ في واحد عاقل يعمل اللي انت بتعمله دلوقتي. تسيبها ازاي؟ تسيب مراتك ازاي؟ تسيب امال ليه؟ انا يا بابا سبتها؟ يعني ما انتش عاوز تسيبها؟ مين قال كده يا بابا؟ يا ولد يا سمير، هتجنن وياك. انت ما قلتش لامال خليكي عند ابوكي على طول ولا ترجعيش بيتي؟ انا يا بابا ما قلتش يا سمير؟ ابدا ما حصلش. طيب حس كده بقى. اتفضل على طول من هنا على بيت ابو امال، وخد الست بتاعتك في ايدك على بيتها. وهي ما ترجعش لوحدها ليه؟ علشان ما هيش عارفه سكه البيت بتاعها. سمير، عارف اما رحتش وصالحتها وخدتها معاك على البيت عارف هيحصل ايه؟ لا تبقى ابني ولا اعرفك لاخر العمر. طب وليه ماما ما تروحش تجيبها؟ بتقول ايه؟ ماما؟ ياك انت لسه فاكر ان ماما هي اللي متجوزه مراتك؟ ما تفوق يا اخي. مش كفايه علينا التربيه؟ هنجوزكم ونتجوز بدالكم كمان؟ وبتقول حضرتك ماما؟ ايه دخل ماما دلوقتي؟ فهمني. ماما تولدك وماما ترضعك وماما تربيك وماما تخطب لك. مش كفايه ده كله؟ عاوزها كمان تتجوز لك مراتك؟ ما ترد عليا. انت ولا ماما اللي متجوز امال؟ رد عليا. جرى ايه يا ابو سمير؟ جرى ايه؟ صوتك وصل الشارع، على مهلك شويه. اسمعي يا انيسه، نعم. انا بقول لك قدامه اهو، اوعي تطوعيه وتفكري تروحي لوحدك او وياه علشان ترجعي له امال. اوعي، سامعه؟ ابو سمير. نعم يا ام زفت. ايه؟ ام زفت؟ انت بتشتمني؟ الله يسامحك. اعمل ايه بس؟ اعذريني، ابنك قرب يطير مخي. اتفضل بقى، اتفضل. قوم وروح دبر حياتك بنفسك. ما تورينيش وشك هنا تاني الا اذا كان معاك ما امال. تتعبش نفسك يا ابني، امها مش راضيه وابوها حلف. ايه؟ انت رحت يا انيسه من غير ما تقولي لي؟ ده مستقبل بنتي يا ابو سمير. الاستاذ عبد الخالق مش ممكن راضي ان بنته ترجع الا اذا انت تعهدت له انها مسؤوله منك. مسؤوله مني انا؟ هو انا اللي اتجوزتها؟ ام امال بتقول كده. احنا ما جوزناهاش لسمير الا علشان ابوه سي عبد السلام. سامع يا بابا؟ انا عيل في نظرهم. امال انت فاكر نفسك راجل؟ انا مش عيل يا بابا. لو كنت راجل صحيح حل مشكلتك بنفسك، ابني بيتك بايدك، رتب حياتك بعقلك. قوم يلا ورينا همتك واثبت انك راجل. على فين يا سمير؟ على فين يا ابني؟ سيبيه، سيبيه يعمل راجل. يمكن يبقى راجل بصحيح. هو انا يا سمير كنت غضبانه؟ مش انت اللي قلت لي خليكي عندهم على طول؟ افرضي يا امال، افرضي ان انا قلت لك كده، تروحي تعيد الكلام ليه؟ وازاي هقعد عندهم على طول اذا ما كنتش هقول لهم كلامك؟ شوفي، احنا دلوقتي مش صغيرين، لا ابوكي ولا امك ولا ابويا ولا امي لهم دخل في حياتنا من هنا ورايح. يعني هنقطعهم؟ لا، ما نقاطعهمش، انما كمان ما نخليهمش كل يوم والتاني يعملوا لنا اشكالات. خلي اللي يحصل بينا محصور في ال4 جدران بتوع الشقه، وليكي عليا اذا زعلتي اصالحك في ساعتها. هو انا غاويه زعل يا سمير؟ يعني انا اللي غاوي دوشه دماغي يا امال؟ انت يا سمير مش مقدر حاجه وبتتصرف زي ما اكون انا ماليش وجود خالص. انت عمرك قلت لي انت زهقانه من ايه ولا زعلانه من ايه؟ عمرك كلمتني في حاجه عن البيت؟ ولما بتخرج ولا بتتاخر انا بتكلم ولا بتنفس؟ انا بخاف على شعورك وانت ولا بيهمك اللي في البيت ولا اللي فيه. الكلام ده كان زمان، اللي فات مات. دلوقتي احنا في النهارده، ولاد النهارده وبكره يا امال، ما احناش ولاد امبارح. طيب وهتوديني للدكتور امتى يا سمير؟ دكتور؟ ليه؟
مالك؟ عندك ايه يا امال؟ معرفش، مش عارفة. بصحيح يا امال، بصحيح بصحيح. وصلحت أحواله على الآخر، وجه الأستاذ عبد الخالق والست بتاعته عندنا هنا. أما حاجة عجيبة، سبحان الله، لكن أنا خايف لا تكون أمال بتخبي وتكتم في قلبها زي الأول، ولا إيه يا أم أمال؟ لا، من الناحية دي اطمن خالص. احمدوا ربنا بقوا زي السمنة على العسل. هو اتغير تمام من يوم ما جه من نفسه وصلحها وخدها البيت من عندنا. ما هو ده اللي بستغرب له، إنه اتغير خالص عن الأول. انا بقول حاجه تانية يا استاذ عبد الخالق. انا بقول ان السن له اثر كبير. هو ما فيش شك يا عبد السلام، الواحد لما يوصل لسن معين يبتدي يعقل ويركز وتتغير نظرته للحياة، يعني الطيش والعبث والرعونة بتخف شيء فشيء. تمام. وعلشان كده انا لا يمكن اوافق على جوازه تكون قبل اوانها. سامعه يا ام سمير؟ لكن يا أخي إحنا كنا بنتجوز صغيرين، ومع ذلك زمان غير دلوقتي يا استاذ عبد الخالق. فعلا. خد مثلا ابن حسين أخو أمال الكبير، جوزته بعد ما توظف وكبر وعقل، لحد النهارده ما تعبنيش في حاجة أبدا. قول الحمد لله إن سمير بقى كده دلوقتي. لا، ولسه كمان لما يخلف. لكن توبه اوافق على جوازه قبل اوانها. تعرف يا عبد السلام، إحنا نتفق على مبدأ واحد في الناحية دي، بالنسبة لأولادنا كلمة واحدة بس نقولها ولا نزهقش منها أبدا. إيه رأيك يا مسمير؟ وإنت يا أم أمال؟ نقول إيه بس يا أستاذ عبد الخالق؟ كلمة ايه يا ابو حسين؟ كلمة نقولها لكل ولد، اللي يقول منهم أتجوز نرد عليه بكلمة واحدة: لسه بدري، لسه بدري. طب وإذا كانوا عرسان للبنات؟ يا ام سمير، ام سمير، الله، انت رحت في النوم على الكنبه ولا ايه؟ لسه بدري يا ابو سمير، لسه بدري. لسه بدري على ايه؟ ده احنا بقينا بالليل. لسه بدري يا ابو سمير، لسه بدري على جواز سعدية. الله، انت كنت بتحلمي ولا ايه؟ افتكرت كل اللي حصل يا ابو سمير. عندك حق. لسه بدري، لسه بدري على سعدية. ودي عاوزه كلام. لسه بدري قوي، لسه بدري خالص. ها، قومي نروح السينما. الساعه بقت 6. لسه بدري يا عبد السلام، لسه بدري.